حول تطوير محافظة الإسكندرية. نلتقي مع الدكتورة نجوان حسني، مدير المركز الإعلامي للرياضة للجميع. دكتورة، لو تكلمنا بقى عن تطوير مدينة الإسكندرية. طبعا اسكندريه هي عروس البحر المتوسط، واسكندريه هي الروح، هي القلب. احنا طبعا الدوله المصريه استراتيجيتها حاليا ان هي الاهتمام بالاسكندريه والاهتمام بالمواطن السكندري وتحسين جوده حياه المواطن. طيب هيتم تحسين جوده المواطن ازاي؟ طبعا اهم حاجه واهم موضوع اللي هو القضاء على العشوائيات، ويمكن احنا شفنا دوت في مشروع بشاير الخير. المشروع تم بتكلفه 5.5 مليار جنيه. المشروع دوت يمكن بدأ تنفيذه في 2015، مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى وفر لي حوالي 1660 وحدة سكنية، المرحلة الثانية وفر لي حوالي 1960 وحدة سكنية، المرحلة الثالثة 11000 وحدة سكنية. إذا كل ده ليه؟ عشان أقضي على العشوائيات، أحسن جودة المواطن. كمان مش كده بس، يمكن احنا عندنا مشروع عملاق بنقول عليه مشروع القرن، اللي هو أهم مدينة ذكية هتقام على جزيرة صناعية في منطقة شرق الإسكندرية في أبو قير. يمكن المنطقة دي هتشهد يعني فعلا انطلاقة غير عادية، هيبقى مركز ومقصد سياحي تجاري اقتصادي ترفيهي عالمي، بيضاهي دول أوروبا، بيضاهي المدن اللي عملتها دبي مؤخرا. ليه؟ لأن هتعمل بنظام الاي او تي. ايه هو نظام الاي او تي؟ اللي هو انترنت الأشياء. من خلال ابلكيشن تقدر توصل لأي مكان، للفندق تحجزه من خلال الابلكيشن، الجراج بتاعك تقدر تعرف هتجرش عربيتك فين. طبعا في مشروعات خدميه كثيره جدا بيتم في منطقه ابو قير، فنادق، مجموعه فنادق، مجموعات سكنيه باسعار متنوعه في متناول الجميع، وايضا ملاعب رياضيه، مستشفيات، يعني منطقه كامله متكامله خدميه استثماريه، مولات تجاريه على اعلى مستوى. طبعا هتتوجه انظار العالم لهذه البقعه من الاسكندريه. مش بس كده، لا، احنا مش اهتمينا بس بالمنشآت او بالوحدات السكنيه، احنا اهتمينا ايضا بالطرق. يمكن الطرق اسكندريه كانت بتعتمد على شريانين اساسيين، اللي هو شريان اللي هو المحور الكورنيش، وعندي محور شارع ابو قير. حاليا تم انشاء محور ثالث وهو شريان الحياه للاسكندريه بالفعل، هو محور المحموديه، على مساحه 2.6 كيلو متر. طبعا الموضوع دوت اصبح في قضاء على التكدس المروري في تلك المنطقه. مش بس المحور ده في محور قوي جدا اللي هو محور المشير فؤاد ابو ذكري. المحور ده يمكن امتداد، يمكن مساحته 35 كيلو متر. المحور دوت طبعا ربط ما بين طريق اسكندريه، مصر اسكندريه الصحراوي، وبالطريق الساحلي. ومن الطريق الساحلي المرحله الثانيه هتبقى على مساحه 15 كيلو متر من الطريق الساحلي لحد برج العرب. اذا المشروع فعلا يستحق ان احنا نسلط الانظار عليه، لانه شغال لي عماله. طبعا شغال حوالي 46 الف مهندس وعماله فنيه، وطبعا اكيد المشروعات دي كلها بتخدم على جوده المواطن السكندري. عندنا ايضا محور السادات اللي هو محور شارع 45. التطوير اللي تم فيه وشفنا قد كده توسيع الحارات على البحر من 6 حارات ل 10 حارات، ده ادى الى سيوله مروريه. كمان اهتمينا بالجانب السياحي، في ممشى سياحي بمساحه 250 متر. المشروع ده كلف حوالي يعني كلف حوالي 350 مليون جنيه. اذا كان لابد من الاهتمام بتلك الاماكن لتحقيق سهوله مروريه في تلك المنطقه. مش بس كده، لا، ده في كمان استراتيجيه الدوله للهويه البصريه. اهتمينا بالمنظر الجمالي لمدينه الاسكندريه عشان تستعيد رونقها الجمالي والحضاري. ايضا شفنا يمكن البحر بيتم تطوير الكورنيش، هيبقى البوابات هتبقى بالوان ثابته، الوان هتتناسق مع الوان الشماسي جوه. طبعا دي هويه بصريه. شفنا الهويه البصريه بتجديد شارع النبي دانيال. شارع النبي دانيال حاليا بقى اصبح وجهه سياحيه وفيها ممشى سياحي غير عادي، غير مسبوق. يمكن شارع النبي دانيال هو عبق التاريخ في الاسكندريه، ويمكن من اقدم الشوارع اللي موجوده بالاسكندريه. اهميه الشارع دوت ان هو عندي فيه الكنيسه، عندي فيه مسجد اسلامي اللي هو مسجد النبي دانيال، عندي معبد يهودي في الشارع دوت. اذا الشارع دوت بؤره تاريخيه كان لابد من الاهتمام بيها. الاستراتيجيه كمان
كمان استراتيجيه تصريف مياه الامطار بعيدا عن الصرف الصحي. طبعا الدوله مهتمه بالاسكندريه، يمكن كان بيحصل اختناق مروري وقت سقوط الامطار. هذا العام شهدنا ان احنا في سيوله في سقوط الامطار. ليه؟ لان تم فصل مياه الامطار عن الصرف الصحي من خلال الشركة الهندسية للقوات المسلحة، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالتعاون مع هيئة الصرف الصحي. وطبعا سيادة المحافظ لا يألو جهدا في متابعة تلك الإنشاءات الموجودة بالإسكندرية، وأيضا القضاء على مش بس العشوائيات، القضاء على الباعة الجائلين. شفنا سيادة اللواء محمد الشريف بنفسه بيتجول في مدينة الإسكندرية جولات فجائية في ميدان محطة مصر، عندنا في شارع 45، وتم إغلاق جميع المخالفين بالفعل. وتم يمكن في شارع النبي دانيال عمل محال تجاريه للباعة الجائلين. وايضا في عندنا سوق محطه مصر تم عمل انشاء 4 ادوار للسوق، بقى سوق يضاهي الاسواق الاوروبيه، وده ما كانش موجود قبل كده. بالفعل اسكندريه تشهد طفره انشائيه غير مسبوقه، ويمكن احنا محظوظين، الجيل بتاعنا فعلا جيل محظوظ، والاجيال القادمه هتعد من الاجيال المحظوظه جدا. وده بيخدم على التنميه المستدامه ورؤيه مصر 2030 والجمهوريه الجديده. ومش بس كده، لا كمان الواجهات السياحيه. خلينا نتكلم على التطوير اللي شمل ايضا الواجهات السياحيه بالاسكندريه. عندنا المتحف الروماني اليوناني اللي بيجتمع فيه عبق التاريخ، الحضاره الاغريقيه والحضاره الرومانيه، ويمكن اكتشافات اثريه كثيره جدا في تلك المتحف. وبالفعل بيتم تطوير هذا المتحف مع الحفاظ على الهويه البصريه. ومش بس المتحف، لا ده احنا عندنا كمان قصر المجوهرات، تطوير قصر المجوهرات، تطوير حدائق المنتزه وقصر المنتزه. اذا الاسكندريه بالفعل استعادت مكانتها ورونقها. ومن هنا بحب اقدم الشكر للقياده السياسيه لاهتمامها ودعمها لمدينه الاسكندريه. كلمه شكر واجبه لسياده اللواء المحافظ محمد الشريف، اللواء محمد الشريف. تحيه من القلب لتلك القامه الرائعه اللي فعلا حريص جدا على دعم السكندريين وحريص جدا على تنفيذ خطه الدوله المصريه. نشكرك. شكرا. شكرا يا فندم.